رئيس الفيفا يهنئ العراق بعد التأهل التاريخي. إنجاز رائع ومستحق. أسود الرافدين يمتلكون روحا عالية. وجه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا التهنئة إلى المنتخب العراقي بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، واصفا الإنجاز بأنه رائع ومميز، ومؤكدا أن العراق استحق هذا التأهل بعد رحلة طويلة من التحدي والإرادة. وجاءت تصريحات إنفانتينو عقب فوز أسود الرافدين على منتخب بوليفيا بنتيجة 2-1 في المباراة الفاصلة التي أقيمت في مدينة مونتريال المكسيكية، ليضمن العراق مقعده في المونديال لأول مرة منذ 40 عاما، حيث كانت آخر مشاركة له في نسخة 1986. إنفانتينو: العراق يمتلك روحا عالية وإرادة قوية. قال إنفانتينو في تصريحات صحفية إن تأهل العراق إلى كأس العالم لأول مرة منذ 1986 وللمرة الثانية في تاريخه هو إنجاز رائع ومميز. أنا سعيد برؤية المنتخب العراقي يعود مرة أخرى إلى أكبر مسرح لكرة القدم في العالم. وأضاف رئيس الفيفا: المنتخب العراقي يمتلك روحا عالية وإرادة كبيرة وموهبة كروية واضحة، وكلها ستكون حاضرة بلا شك خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. التأهل يلهم جيلا جديدا من اللاعبين. أكد إنفانتينو أن هذا التأهل سيكون له تأثير كبير على الكرة العراقية، مشيرا إلى أنه سيلهم جيلا جديدا من اللاعبين والجماهير ويمنح دفعة معنوية كبيرة للكرة العراقية. نحن نتطلع إلى رؤية المنتخب العراقي في نسخة كأس العالم 2026، وآمل أن يعيشوا أجواء البطولة بكل تفاصيلها ويستمتعوا بهذه اللحظة التاريخية. دعم عراقي واسع. لم تكن تهنئة إنفانتينو الوحيدة للعراق، حيث سبقه رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي أعلن تعطيل الدوام الرسمي يومين احتفالا بهذا الإنجاز التاريخي. وكان السوداني قد وجه الشكر لإنفانتينو على دعمه المستمر للكرة العراقية، معتبرا أن تأهل المنتخب يمثل نقطة تحول مهمة في تاريخ الرياضة العراقية ويعزز مكانة البلاد على الساحة العالمية.